كيفاش تلقيتي الحاج؟ حاجه الملك. كيفاش تلقيتي الملك فرحان بزاف. اول مره قرار شعبي وحنا كنحيوا هذا القرار. السلام عليكم. بعد خبر إلغاء عيد الأضحى، ما يحز في النفس هو فرحة بعض المغاربة بهذا الخبر. وهنا كنفهموا انه بزاف ديال المغاربه ما فاهمينش الجوهر ديال شعائر الله او الاسلام عامه. والدليل مثلا الشخص فاتو صلاه الظهر او الفجر ما كانوش غادي يفرح لانه فاتو الصلاه، بالعكس راه غادي يحزن. كذلك من غتفوتك واحد السنه مؤكده راه خصك تحزن، ماشي تفرح. العيد ماشي مناسبه اجتماعيه ولا راه فرصه لاكل اللحوم، راه هذه فرصه للتقرب من الله عز وجل والتعبير على الاستسلام والطاعه والخضوع، كما استسلم ابراهيم حينما امره الله عز وجل بذبح ابنه اسماعيل. كيقول عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فذلك من تقوى القلوب. اما باش تفرح، اذا هنا كاينه واحد ازمه عدم الفهم لطقوس وشعائر الله عز وجل. نطلبوا الله انه ما تغلاش الحمص والكرفس باش ما يتلغاش نهار رمضان.